السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في خبر جديد كيتناول تنافس فرنسا وألمانيا للحصول على عقد شراء لغواصتين في المغرب. غادي تعين على البحرية الملكية اختيار بين السكوربين والدولفين، وكيسعى المغرب إلى تحديث قواته البحرية. وفي هذا السياق كيتنافس العملاقان الأوروبيان الفرنسي والألماني على توريد غواصتين من الجيل الجديد. وكتعتمد فرنسا على غواصة الشبح سكوربين، وكتهدف أيضا إلى إقامة شراكة كتخص حوض بناء السفن المستقبلي في الدار البيضاء. وكانت البحرية الملكية بالفعل أحد عملاء نافال جروب اللي كتصوب سكوربين من خلال الاستحواذ على فرقادة فريم. وتقدم ألمانيا من جانبها غواصة الدولفين تايب 209 على 1400 ام او دي مع تكنولوجيا الخلايا الوقود المبتكرة. وفي نفس الوقت كيحاول لاعبون آخرون مثل روسيا والبرتغال إغراء الرباط ببدائل أرخص. وكتبذل مجموعة نافال جروب الفرنسية قصارى جهدها بحيث تقدم للمغرب جوج غواصات من طراز سكوربين، بينما كتنافس أيضا للحصول على امتياز تشغيل حوض البناء السفن الجديد في الدار البيضاء. وفقا لمجموعة نافال جروب فإن سكوربين متخفية ومستقلة بشكل كبير، وكتميز بتصميم قابل للتكيف ويمكن لها تصميمه ليناسب الاحتياجات البحرية المحددة للمغرب. وكيمكن لهذه الغواصة المتطورة دمج أحدث الابتكارات بحال بطاريات الليثيوم أيون، مما يعزز قدرتها على التحمل وتفوقها التكنولوجي. وكتميز سكوربين أيضا بنظام قتالي فرنسي متكامل ونظام تحكم مركزي بالكامل في المنصة، مما كيضمن سلامة عالية في الغوص مع طاقم أصغر ويجعلها مثالية للمياه الساحلية. وعلاقة نافال جروب مع المغرب مترسخة، ومنذ عام 2021 تجري الشركة محادثات مع القوات المسلحة الملكية حول طلبية غواصات محتملة. بحلول عام 2020 برزت نافال جروب باعتبارها المنافس الوحيد لإدارة حوض البناء السفن المستقبلي في الدار البيضاء، مما كيجعلها في الصدارة هذه المنافسة. وبدورها ألمانيا تقدم عروض رائعة على الطاولة. تقوم شركة تي كي ام اس بالترويج لغواصات الاش دبليو كلاس دولفين اي بي او غواصة تايب 209 1400، وبجوجهم مشهور بكفاءتهما وهندستهما المتقدمة. وكتوفر غواصة الدولفين كما هو موضوع على موقع تي كي ام اس الإلكتروني قيمة تشغيلية عالية مع نظام خلايا وقود متكامل كيعزز القدرة على التحمل تحت الماء بشكل كبير، كما أنها كتميز بنظام قتالي متطور ونظام أسلحة متعددة الاستخدامات قادر على إطلاق التوربيدات وصواريخ وألغام. وكيبقى تايب 290 1400 على الرغم من تصميم الأقدم خيار موثوق ومثبت، مما يضيف عمق إلى العرض الألماني. وفي نفس الوقت هناك عروض روسية ويونانية وبرتغالية للمغرب، بحيث هناك عروض مقدمة من روسيا واليونان والبرتغال. وتعمل روسيا على تطوير غواصتها الآمور 1650، وهي غواصة من الجيل الرابع كتخدم بالديزل والكهرباء، وكانت مطروحة على الطاولة منذ عام 2013. واعتبارا من العام 2024 لا تزال روسيا تأمل في تحقيق اختراق في عملية البيع للمغرب. وفي نفس الوقت قامت اليونان والبرتغال بنشر غواصات مستعملة، مما يوفي البدائل فعالة. من حيث التكلفة إن فئة سكوربين التي طورتها مجموعة نافال بالشراكة مع شركة نافانتيا الإسبانية تقف كمنافس مباشر لغواصات الآمور 1650. وعلى عكس الآمور التي لم تحصل بعد على مشتري، فقد تم اعتماد سكوربين بالفعل من قبل القوات البحرية في تشيلي وماليزيا والبرازيل والهند، مما أثبت جاذبيتها وموثوقيتها العالمية. وكتبقى سكوربين العرض الأكثر حظا نظرا للعلاقات المغربية الفرنسية وعلاقات مع النافال جروب. وفقط المستقبل القريب هو اللي غادي يورينا ويقول لنا شنو المغرب غادي يختار وفق ما يناسب احتياجاته وما يناسب مخططاته المستقبلية. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.